يلا يا حبيبتي الغدا جاهز. حاضر قايمه اهو. استني، ايه؟ انت خارجه كده ازاي؟ البسي حاجه عليكي وتعالي. ليه، في حد جه عندنا ولا ايه؟ اخوكي جاب ابن خالته معاه، يلا عشان ابن خالتي ابن خالتي بقى كده تمام. يلا كده تمام. ايه يا بنتي، البيجامه ضيقه وصدرها من هنا مكشوف، ما ينفعش تقعدي لا قدام ابن خالتك ولا قدام اخوكي بالطريقه دي. يا ماما عادي، ما هم الاثنين اخواتي مفيش فيها حاجه. اذا كان انا ما رضاش تقعدي قدام اخوكي كده وببقى متضايقه وانت لابسه ملابس ضيقه قدام اخوكي، ما ينفعش يا ماما ايه اللي ما ينفعش؟ عادي الاثنين اخواتي، وبعدين اللي انت بتقوليه ده قديمه قوي. ايه ده قديم يا بنتي؟ ما تدخليش الشيطان بيتنا. ايه شيطان بيتنا دي يعني ايه؟ الام دي عظيمه جدا، يا ريت كلنا نتعلم منها ونشارك الفيديو ده عشان غيرك يستفيد. ابن خالتك وابن عمك والناس دي كلها، كل من هو يحل لك هو اجنبي. يعني ايه؟ يعني مثلا يكتب عليك من الصبح ويتجوزك، ما اقعدش زي ما انا والحريه الشخصيه يعني خليك كيوت والبسي جلابيه وطرحه والكلام ده عادي. لكن الشيطان خطير جدا والنفس اخطر منه والله. خش مدخل كده يقوم ايه، قصه طويله عريضه صعب ان احنا نفهمها. فخلي بالك، ولازم توعي بنتك وكل اخت وكل واحده غاليه ربنا يحفظكم. لازم نخلي بالنا ما نكشفش جسمنا، حتى المفروض لو يعني في اللبس الصيفي او كده نبقى واخدين بالنا قدام اطفالنا وقدام عيالنا، عشان برضو ايه الحساسيه قدر الامكان. لازم نراعي المشاعر ولازم نخلي بالنا، لان الشيطان خطير جدا والنفس اقوى منه. خش من مدخل كده. فقصه حتى سيدنا النبي قال: علموهم على 7 واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تخليش البنت تنام جنب الولد، كل واحده على سرير. طب ما فيش حتى الولاد نفرق بيناتهم، انت متخيل؟ والله ما كارثه. يبقى نخلي مخده او فاصل او حاجه او نتصرف. ربنا يحفظنا ويهدينا. صلي على النبي، شارك الفيديو لعل احد يستفيد.